ازاي تنزل اي ستوري على الواتساب بدون اي برامج، وده عن طريق الانترنال ستورج او التخزين الداخلي. في البداية انزل حط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد اول باول، وتسلم يا صاحبي. وليكن انا هفتح الواتساب، انا مثلا عايز الستوري دي في الفيديو ده. هخرج بره خالص بعدين هخش على فايلز او internal storage. هو الانترنال ستورج. تمام، هنزل على كلمة اندرويد، خش على كلمة ميديا، بعدين على واتساب ميديا. هنا دوت ستاتوس، كل الستوريز اللي انا فتحتها الاقيها نزلت هنا، وهو الفيديو اللي انا كنت عايز انزله. تمام، بدوس على الثلاث نقط، باخده كوبي بقى لأي مكان أنا عايزه، وليكن أنا هاخده كوبي وأحطه في الداونلودز وأدوس كوبي. وبكده خلاص لو فتحت الداونلودز او المعرض هلاقيه محفوظ خلاص. وبس، وبكده نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة. أتمنى يكون الشرح عجبكم. حطوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واستنوني في فيديوهات جاية هتفيدكم إن شاء الله.